Bonjour mes amis, j'espère راكم بخير. لا غوصة تاع اليوم لمحبين التفاح ميني كيك او بوم، يجي بزاف بنين مكرمل خفيف هايل. كملوا معايا لا فيديو حتى الاخر باه تفهموا مليح لا غوسات. عندنا 150 غرام تاع السكر نحطو في كاسرونه على نار هاديه مع التحريك حتى يتكرمل ويذوب مليح. بون الكراميل راهو واجد بيان دوغي. قبل ما نحطوه في المول لازم تحطو بابي كويسون، انا ما كانش متوفر عندي. كي تحطو بابي كويسون تحطو الكراميل من الفوق. كي ديريو البابي كويسون ما راحش يلصق لكم كاع الكراميل وراح تخرج الحبه تاعكم بيان فيني، الكيك تاعكم راح يجي بيان فيني. ودوكا راح نقطعوا التفاح تاعنا شرائح، ما يكونوا رقاق ما يكونوا خشن. انا ما كاش عندي تفاح بزاف صافي زدت البنان، درت لهم السيترون باش هكايا ما يكحالوش. الكراميل تاعنا راهو يبس، نحطو التفاح فوق الكراميل ونخلوه على جهه ونبريباريو الكيك تاعنا. عندنا زوج حبة تاع البيض مع 120 غرام سكر، نخلطو مليح بالفوي حتى يبيض الخليط. شوفوا هاد لاغوسيت بزاف بنين، راح يجي هاد الكيك هايل. وراح نزيدو 130 غرام تاع الزيت ونخلطو مليح بالفوي مع 150 غرام تاع الحليب ونخلطو مليح. ونزيدو مغرف كبيره تاع الكونفيتور تاع المشماش مع شويه لافاني و8 غرام خميره كيميائيه. ونزيدو 200 غرام تاع لافارين ونخلطو مليح غير بالفوي حتى نحصلو على هذا القوام. كما راكم تشوفوا نحطوا الخليط تاعنا في المول وندخلوه الفرن اللي كنا شعلناه دافونس على 180 درجه ونخرجوه حتى يتحمر ويطيب مليح. واذا عجبتكم لا فيديو ما تنسوش ديروا جيم وتابونيو وتبارطاجيو. وهذا هو الكيك تاعنا، جا بزاف بنين خفيف هايل، سورتو اللي يحبوا لي بوم راح يجيهم بزاف بنين. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو، نخليكم في وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.